تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام متابعين قناة هنا الصويرة. اليوم موضوعنا غير موضوعنا، يختلف عن باقي المواضيع اللي تعودتوا عليها اللي تطرحها قناة هنا الصويرة. اليوم موضوعنا حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الأسواق العراقية وخاصة على الاقتصاد العراقي بصورة عامة. هذا الموضوع اللي هو حديث الساعة بسلبياته وبإيجابياته وبكل التفاصيل. اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار له تأثير كبير، وبان هذا التأثير على المواطن الفقير. حقيقة أنه الفقير الوحيد اللي يتأذى بهذا ارتفاع الدولار. اليوم ارتفاع الدولار مو مجرد عملة نقدر من خلالها نرفع أو ننزل بالسعر بكيفنا، لا، لازم نحسب حساب الفقير أنه نعوضه. بالتالي اكو مقترحات، ليش ما نشتغل بالدينار العراقي رغم أنه أقوى من الدولار الأمريكي؟ اليوم التجارة انحسبت على الدولار، كذلك باقي المهن، الحدادين وقفوا عن عملهم، وكذلك البنائين وغيرهم. والمواطن الفقير اللي واقع فيها، نحكيها بمصطلحنا العراقي، المواطن ما لاقي قوت يومه حتى يجي يتفاجئ بالاسواق اللي سعر بطل الزيت ب5 أو 3 أو 4، وكذلك باقي المواد تصعد. يعني السعر صرف الدولار حقيقة موضوع مهم لازم نشوف له حل. شنو 147 143 على يا اساس المواطن الفقير شنو اللي راح ياكله؟ زين انا من صعد سعر صرف الدولار، وفر لي بديل. انا اليوم كمواطن عراقي اريد بديل، اعطيني بديل حتى اني اشتغل بهذا النظام. مقدمة كانت يعني مهمة لهذا الاستطلاع في قضاء الصويرة، وراح نشوف رأي الناس في هذا الموضوع، وأيضا راح نكون وياكم بتفاصيل أخرى حول هذا الموضوع. خليكم ويانا عدسة قناة هنا الصويرة. السلام عليكم، شلون الصحة؟ احنا قناة هنا الصويرة حبينا اليوم نسوي استطلاع على موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار. اولا عرفنا عن نفسك. انا احمد ابو يوسف. تمام. احمد، شنو محلك هنا؟ والله نبيع مستلزمات ومكياج وملابس. زين. ارتفاع سعر الدولار شنو اثر عليك بصورة عامة كابو محل؟ والله الصراحة الدولار يعني قعدنا، مو بس اثر علينا. صح. يعني كلش انتهى السوق. زين بالنسبة للاسعار يعني صعدت يعني ضعف الاسعار. وكان 48 هسه 74. اكو حكايه عندنا احنا العراقيين نقول رضينا بالبين والبين ما رضى بينا. 48 واثر على السوق، يعني مو شلون ما كان قعدنا. النوب صعد اكثر، يعني هسه قاعدين. انا هسه بالنسبه لي حتى مسواق ما جاي يسوي. زين، برايك شنو الحل المناسب اليوم من خلال عدستنا نريد نوجهها للراي العام ولاصحاب الشأن؟ شنو الحل المناسب اللي نقدر نشتغل عليه؟ والله الحل لازم ينزلون الدولار، لازم ينزل. اذا ما نزل الدولار يعني راح نقعد احنا نعزل ونقعد. زين، اكو مقترح قدموه على وسائل التواصل الاجتماعي مواقع السوشيال ميديا انه نتعامل بالدينار العراقي. زين، تنجح هيك فكره؟ اي بس اكون الاسعار تنخفض، يعني تنزل مو تبقى صاعده. زين، انت اليوم تروح تقتني بضاعه، بس انا ما الفرق عندك بالسعر شنو؟ يعني اني اذا اخذ عراقي ما راح اقدر اتسوق. طبعا الدولار هو فايدنا مو ما فايدنا، بس اذا اخذ عراقي ما اقدر. زين، من المتضرر الوحيد بهاي الشغله؟ هو احنا كنا يعني شلون السلسله، يعني واحد مرتبط بالاخر، يعني كلها راح تتاثر. زين، الارتفاع اللي صار عندك بالاسعار كلش يعني ياثر عليك؟ اي اثر. هسه احنا قاعدين يعني ماكو. هسه انت من دخلت لي اكو احد يمدي يشتري؟ لا ماكو. هسه انت تشوف بعينك وشوف الشارع شلون، يعني ما بي حتى ناس. وهذا التأثير مشاهدينا الكرام، انه اول ما ذكرت بالمقدمة المواطن الفقير اللي تأذى بها، بس بصورة عامة ابو المحل هم يتأثر. اذا هو ياخذ بضاعة بكذا سعر ولازم يبيعها بسعر حتى يستفاد، انه راح يشتريها بسعر هو
مجبر انه يستفاد بها كم دينار. يعني واقع حال انفرض على الكل، ما نعرف منو الجهه المسؤوله عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم حبيبي اهلا وسهلا، شكرا تشرفت. جزيلا. مستمرين وياكم مشاهدي الكرام، خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شلون الصحة؟ عرفنا عن نفسك أول مرة. مرتضى زهير. زين. مرتضى هنا تشتغل فرن صمون. احكي لنا بصورة خاصة عن عملك، وبعدين عندي نقاش وياك على موضوع ارتفاع سعر الدولار. العمل والله هو بصورة عامة يعني دارجة أموره الحمد لله، بس من صعد الدولار هو هنا نقاشي. بالفترة الأخيرة اللي صعد الدولار وبرقم مهيل جدا، شلون تشوف تعامل الناس؟ هل زاد الطلب أم قل؟ والله من صعد الدولار زاد الطلب على الصمون بصورة كبيرة يعني، زين. وأثر علي أنا سلبياتي هواي. مثلا واحدة من يعني ارتفاع سعر الطحين. والله يعني زين. اكو مسألة ولو نطلع بعد عن الموضوع، انه الطحين اللي تاخذوه دائما يطلع لكم نوعية جيدة ام تبدلوه شلون يعني؟ لا هو بصورة عامة هو كله طحين تركي. والله فتعرف هو تركي مستورد، فيأثر عليه صعود الدولار بصورة مباشرة. يعني بكل الأحوال الدولار هو حد فيصل، بكل نقطة دولار مهم، وخاصة في اليومين الأخيرين صعد الدولار إلى 147. يعني ايش قد راح يكون التأثير إذا صعد بعد أكثر؟ إذا صعد أكثر أكيد يعني راح يصعد سعر الطحين، وسعر الطحين هو كان قبل من ال 25 وبدأ يصعد 35، صعد الدولار وصل لل 40 45 هسه 51، وإذا صعد بصورة عامة اليوم 74. 74. عموما شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا أخوي لاح. احنا نبقى نستمر بهذا الموضوع وهذا المطلب اللي يمثل اهالي مدينه الصويره. ارتفاع سعر الدولار يعني اثر على الكل بصوره عامه. كمدينه الصويره وكاعلام الصويره راح تكون لنا وقفه بهذا الموضوع، راح نجد ونجتهد في هذه اللقاءات حتى نوصل لنتيجه بهذا الموضوع. داعين للحكومه العراقيه ان تراجع حساباتها في هذا الموضوع، لان المتضرر الوحيد في هذا الشان المواطن الفقير. خليكم ويانا. شكرا جزيلا. حياك الله حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أول شيء عرفنا عن نفسك. مصطفى عايد لويخ من قرية المعامرة. تمام مصطفى. محلك هنا اكسسوارات تليفونات. صحيح. وشغلك بالدولار. صحيح. وبما انه موضوعنا اليوم عن ارتفاع سعر صرف الدولار، احكي لنا شلون اثر عليك الدولار وشنو المؤثر اللي اضافه لك بالمحل؟ والله العظيم احنا نبدا بالصلاة على محمد وعلى محمد. الدولار هو شيء رئيسي كان هنا بمحلنا، يعني تسواقك او غراضك كنت اذا تضرب القطعه خلينا ناخذها على 1000 وربع صارت تنضرب عليك ب2.5. طيب. العالم تعودت عليه من سعرها 2.5. تمام. مبيعات. زين، هل تواجه مشكله اليوم ويا الزبائن تقنع انه سعر الدولار تغير؟ مشكله، مو بس مشكله، حتى حلفان، يعني انت تضطر امانه الله تحلف. يعني انا ابو المحل يقول طور الموضوع الى الحلفان. طبعا المواطن حقه، المواطن حقه وانت حقك. المواطن يقول لك انا مسوق منك قبل فتره الهيدفون ب 3000. زين. ليش تبيعه ب5؟ اختلفت عليه. هو الدولار صار 74. اي لا ما له شغل، انت اختلفت عليه، ما يعرف دولار. شلون نقدر نعالج هالمشكله كرأي بسيط من مواطن صيراوي نقدم اليوم احنا للرأي العام؟ شلون نقدر نعالج هذه المشكله؟ والله يا اخوي شلون اقول لك قصه احنا نحكيها براي عام. نعم. اكو مثل يقول عده اجدادنا اسعى وانت تتعب. شنو معناه؟ احنا ندعي على كل يعني يرجعوا لنا دولار حتى لو على 54 على 50. هو هذه قلتها طبعا على 54 على 50 اقلها ترجع. قلتها بالمقدمه رضينا بالبين والبين ما رضى بينا. هسه عمي خليه يرجع لنا لل 58 لل 48 عفوا، اقلها انه نشوف دربنا قوموا 74. خليه يرجع حتى لو يرجع على 60 احلى. زين، شنو الغايه من هذا الموضوع برايك؟ هذا الموضوع الغايه يدمرون الشعب.
والله الموجود عندك انت بالمحل بيعه وروح اقعد ببيتك وعيش هنا حالك حال المراه بنتك قاعده بالبيت. زين اذا يعني تحول تعاملك انت هنا بالمحل من الدولار الامريكي الى الدينار العراقي، راح يكون اكو تاثير؟ احسن. يعني لو تتعامل بالدينار افضل. افضل. زين شنو المانع ما تبلش من الان انه حق نخليها حمله ضد اللي صعدوا الدولار انه نتعامل بالدينار العراقي؟ صحيح. احسن. شنو احسن لك؟ انت جاي تتعامل هسه بالدولار. زين. اخذ لك فد على قولته بالمثل 17 كفر او 15 كفر او 20 كفر. زين. بيش يضربه لك؟ يضرب لك على 74 او 78. تمام. فانت من تتعامل بالعراقي قل اضرب لي عراقي. يحسب لك اياها تطلع القطعه 750 او 1000. هيك. نقول نرجع ونقول اي الدينار العراقي اي افضل من الدولار. افضل. ليش أفضل. احنا نقذالين نفسنا بهذا الموضوع؟ والله تبقى ظن نفسك ليش؟ يعني انت هنا شلون اقول لك شعبك ساكت. شعبك شفته يوم طلع شفته يوم طلع على هسه من صعد الدولار، شفته وقف بالشارع قال لك انا اريد اناشد على الدولار. احنا جاي نناشد فيه. اي شفته وقف هنا قال لك يابا هاي العالم ايجارها منين تدفعه؟ اكلها شربها منين تدفعه؟ يعني هسه تثق بجلال الله، البيع اللي جاي تبيعه منها تعطي جزء للايجار. جزء يعني صح واقع. مولد ما تلحق، لا انت تاخذ ذهلك مو ما تاخذ بس ما تلحق تاخذ الشيء اللي تريده انت. واقع. يعني انت شغلات صعدت يعني اضطرت يعني من الساعه مره اما انت اضطريت وياها اضطريت ما ابيع. صح. ليش ما ابيع؟ ما مجبور انا اجيب القطعه ب3.5 وابيع لك اياها ب2.5. ما انت هم تريد تصريف وراي ايجار ايجار كراوي روحه اكله شربه اقول لك المواطن هم حقه، يعني اليوم انا كمواطن بسيط منين اجيب حتى اوفيك؟ وانت اليوم ابو محل تجيب بضاعه بكذا سعر لازم تستفاد عليها. ابن عمي اذا البضاعه الخلل يم الجهات المعنيه. البضاعه اذا انت تحكي على البضاعه تروح للتاجر، التاجر يقول لك انا بالنسبه لي جايب البضاعه. اي. انت تريد قطع، هسه اغلبيه القطع انا ما عندي. زين. ليش ما عندي؟ من وراء الدولار. تمام. الدولار لو موجود يعني بسعره حلو، ليش كان قبل هنا؟ بالمناسبه موضوع الدولار، هاي الكهرباء هسه طبقت حتى يصير التاج اللي هو وزاره الكهرباء، الكهرباء ما شاء الله بالصويره يعني خير عندكم. من الله ما اي. تنقص. المهم فشكرا جزيلا لك. على راسي. حوارك مهم. شرفنا. وقدمت لنا مقترح مهم وان كان من مواطن بسيط، بس احنا لازم نسعى بهذا الموضوع كشباب صيراوي. ثاني اقول لك اي. بس اقول لكم شغله واحده، لا تخلونا نترحم على الموتى. هي هاي المشكله. ليش؟ من تترحم على الموتى تنذل. بيبان. اي فانت افتهم شنو من يقول لك بشر لا تترحم على الموتى. تمام. يعني انت دولارك راجعه، شنو راجعه؟ احنا زمن كان ب 28 25 ما راضين. ردناه على 100 صح لو غلط؟ صح. زمن وصل لل70 ليش؟ انطيني سبب ليش؟ ضربوا الدولار؟ هي هذا الواقع. لا خلينا نخدمك، ضربوا الدولار ضربوا الدولار ما اريد دولار، انا بزمن فلان بدون ذكر اسماء، احنا اذا تذكر اسم راح يوضح لك. زمن فلان قبل 3 سنين كان 100 ايه كان 125 زين. وما راضين عليه. تمام. وكرهبان فوله تتذكرون لو لا؟ فلان الله يعطيه الخير، وزمن علان هم ماكو نفس الحال. نعم الخير. نعم الخير. عسى ولا تلقى عيب. خير. شكرا جزيلا على لك، راسي. حياك الله حبيبي. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام، خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ عرفنا عن نفسك؟ مؤمل. مؤمل. موضوعنا اليوم واستطلاعنا عن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية. شلون تشوف هذا الموضوع وشنو تأثيراته على الشارع العراقي؟ والله شيء مضر. زين. مضر يعني أنت كأبو محل شنو اللي أثر عليك؟ والله اثر ارتفعت اسعار الملابس هواي. زين يجوك زبائن مثل قبل؟ لا. السبب؟ التاثير لان ارتفاع السعر كلش. زين زادت البضاعة أسعارها هنا عندك بالمحل؟ طبعا كلها زادت. ايش قد تقريبا؟ يعني زيادة مقحلة لو زيادة بيها يعني ها؟ لا والله قوية زيادة. إذا شيء طبيعي ما راح يجي المواطن. طبعا. زين هم تواجه مشكلة ان تبيع اليوم سلعة أو بضاعة بإقناع المواطن إنه الدولار صعد؟ طبعا. يظل يتحجج وياه؟ ايه يتحجج هو بس هو ما يطلع، ما يعرف انه التجار صعدت كل شيء. زين إذا احنا نتعامل بالدينار العراقي يعني بدلا عن الدولار، يعني تكون البضاعة تشتري وتبيع بالدينار العراقي، ما راح تكون نتيجة أهم أو أفضل؟ طبعا افضل بهواي. تمام. شكرا جزيلا لك. حبيبي كلها هلا. توجه اليوم للشعب الصيراوي؟ والله شعب طيب.
حياك الله، شكرا جزيلا. حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ حبيبي، اهلا وسهلا. علاء. علاء، قبل شويه قلت لنا انه عندك مقترح، واحنا هذا اليوم غايتنا من هذا الاستطلاع نجمع مقترحات اصحاب المحال والمواطنين علّه نوصل لنتيجه نحارب هذا الموضوع. قدم لنا الفكره عن هذا الموضوع. والله اكو فكره، يعني انا ذاك اليوم فذاك اليوم انا قالوا اللي يسافرون على سبيل المثال انت سافران تركيا، زين، فقالوا بالمطار اعطوا نقطه مهمه وحلوه والله، ساعدونا بيها بالدولار. نعم. قالوا نصرف لكم الورق مكان ما كان 70 او 72 نسوي لكم اياه على 47 او 48 ما متاكد. منو اللي قدم لكم هذا المقترح؟ مقترح يعني معروف نشروه بالاخبار. قريته وجماعتي راحوا سافروا وتاكدوا بنفسهم. زين، انت سفرك لغرض انه تشتري بضاعه؟ بضاعه. زين. فتجارنا ما ايدونا بهذا الشيء. سافروا، انا اعرف شخص من الرصافي سافر صرف على 48، اجى بالرصافي باع لنا اياه على 72 وحاكيته وظل ساكت ما اعطانا اي رد. انت ممكن عندي الدوله تسهلنا الامور. زين. فانت يعني ساعد المواطن بهذا الشيء، وتعرف انت يعني البضاعه دمار والله. فعلا. والانسان هم الانسان هنا يعني ما يتحمل بعد، يعني القطعه اللي يتاذى ابو المحل والمواطن. ابو المحل المواطن. التاجر يعني صار مثل ما تقول ويا هاي الاحزاب والحكومه علينا. يعني الان علما توعز السبب، منو السبب الرئيسي بهذا الموضوع؟ السبب الرئيسي التاجر. لان الدوله سهلت هذا الامر، سوت لنا هذا الاقتراح، بس التاجر يعني مدى ينضبط به. هنا وقفنا على نقطه مهمه. اليوم مقاطعه يعني ذول التجار الجشعين، مقاطعتهم عدم اقتناء البضائع من عندهم، هل يؤثر؟ يعني قد ياثر بهذا الموضوع؟ طبعا ياثر. زين، وذا لان الاكثريه هم مصنعين على هذا الموضوع. يعني انا هناك من رحت شفت 2 لو 3 لا ما مسوين هذا الشيء، يبيعون على الدولار القديم. زين، انت هنا ابو محل مقترح انا ناقشته ويا عده الاخوه باقي اللقاءات انه اذا نشتغل او نخلي عملتنا اليوم بالدينار العراقي افضل، ما يصير التعامل بالدولار الامريكي. افضل بهواي افضل. انا ذاك اليوم اكو هناك سوق اسمه السوق الايراني. زين. جبت لنا كم شغلات، هو يعني السوق الشعبي. باقي لحد الان على العمله الدينار، على الدينار باقي. يعني ولا صعد ونازل. راح يصرف هنا على حشايتنا للطرفين، للمواطن ولصاحب المحل. صاحب المحل. تمام، شكرا جزيلا لك. يعني قدمت فكره حلوه رحم الله والديك، ووقفتنا على نقطه كلش مهمه. للاسف التجار اليوم يستغلون هذا الموضوع. احنا مو بكل نقطه نقول الدوله، ومو بكل نقطه نقول الحكومه، لا، خلينا نوقف اكو رؤوس اقلام خلينا نوقف عليها. التاجر شنو غايته من هذا الموضوع؟ يعني اليوم الارتفاع سعر الدولار 174، يعني هاي جريمه. ويصعد يعني يوم عن يوم جاي يصعد. فاحنا عمي خليه يرجع هسه 48 مريض 50 مريض 20، خليه يرجع لنا 48 او 50 على قولتك النانا. فالتجار هلا بالمواطن، هلا بالفقير، لانه الفقير قاعد بالتقاطعات يقدي. الفقير قاعد بالتقاطعات يقدي. انت عندك امكانيه، فكر بغيرك يا اخي. شنو هالجشع هذا؟ احنا بلاد الرافدين، بلاد الطيبه، يعني ما معقوله اليوم الاحزاب العراقيه، لا والله ما اقول احزاب عراقيه، يعني الاحزاب تتحكم بينا. يعني انت وين غيرتك كعراقي توقف لي على هذا الموضوع؟ وين غيرتك اليوم تخلي اخوك ابن بلدك يقعد بالشارع يقدي على كم فلس؟ احنا لازم نخلي حد لهذا الموضوع. ومن هذه المنصه، من قناه هنا الصويره، طبعا اني مو بعادتي ادخل بهيجي مواضيع واتعصب على الشاشه، لكن الموضوع وصل حده. الدولار قضى على هواي ناس، الله شاهد اللي بالصويره هسه يندل يروح على التجاوزات او على المناطق الفقيره النائيه ويشوف وضعيتهم. ما عليه بس كم شخص زنقيل او عنده امكانيه، لا، خلي يروحوا اللي على الفقراء يشوفون شنو وضعيتهم. هاي دعوه لكم يا شيوخ العشائر، اسمعوني كل زين، دعوه لكم يا شيوخ العشائر، يا كبار ووجهاء العشائر، يعني لازم تكون لكم وقفه. ما معقول احنا التاجر اليوم يستغل هاي الالاف البشريه بهذا الموضوع.
يعني احنا كل شيء ذبع الحكومه، لا خلينا والله بر الحكومه من هذا الموضوع. يعني التاجر جشع انه هو تقول له بكذا عمله، يقول له لا والله انا ما اتعامل وياك بهذا الموضوع. يعني تروح المطار بغداد، يقول لك انا اصرف لك على 48. انت صرفت على 48، ليش تبيع ابو المفرد تبيع له ب 72؟ يعني والله توسلت فيه قبل اسبوع على 70 ما قبل. على 70 الدولارين ما نزل لي. وحاكيته بهذا الموضوع، حاكيته بهذا الموضوع، ظل ساكت. اي رد ما عنده، الله شاهد، اي رد ما عنده. الله سبحانه وتعالى اقرب للانسان من حبل الوريد، ما تضيق ولا تفرج. شكرا جزيلا لك، حياك الله حبيبي، الله يسلمك. بعد هذه الجولة اللي خضناها في شارع النجمة في مدينة الصويرة، وهذه اللقاءات المستجدة اللي حكينا ويا الجماهير وأصحاب المحال والأسواق لبيع المواد الغذائية وكذلك باقي البضائع، فشفنا آرائهم وقدموا لنا بعض المقترحات لربما تكون بسيطة لكنها مفيدة ومهمة لأخذها بعين الاعتبار. ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي على المواطن العراقي وعلى انسيابية الحركة التجارية بصورة عامة. اليوم الكل تأثر وتضرر بارتفاع سعر صرف الدولار. هذا موضوع مهم يستاهل أن يكون موضوع رأي عام، لازم تكون لنا وقفة كإعلاميين على هذا الموضوع. اليوم كلمة الإعلام هي السلطة الرابعة، الحد الفيصل بين الحق والباطل، فلازم نكون احنا سند للمواطنين ولأهلنا ولناسنا. وهذا ما ارتأت قناة هنا الصويرة في شارع النجمة، كان تواجدنا لهذا الموضوع وشفنا الآراء، آراء أصحاب المحال وكذلك آراء المواطنين، وشفنا مدى قلقهم وخوفهم من قابل الأيام إذا ما استمر الدولار بالارتفاع. مقترح قلنا لأكثر مرة في هذه الحلقة أنه لابد أن نستخدم الدينار العراقي بدلاً عن الدولار الأمريكي، وذلك لتوفير ولتسهيل هذه المشكلة حتى عسى ولعل أنها تكون بسيطة. اليوم شارع النجمة الصويرة محافظة واسط، كنت أنا معكم علي كوكز، وفي الإخراج كمال الشمري. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.